مساء الخير. طبعا كلكم عارفين انه انا كنت في العمرة، فطبعا جيت من العمرة لازم اجيب هدايا واجيب موية زمزم للناس اللي انا بحبهم. فجبت موية زمزم وعايزة اعمل حاجة تاني معاها علشان اوديها لصحباتي، فتعالى اوريكم هعمل شنو. اول حاجة انا هعمل لهم تمرية، فعشان اجهز التمرية عندي ملعقة كبيرة من الزبدة، هاخد عليها ربع ملعقة هيل وربع ملعقة قرفة. ممكن تاخدوا اي بهار انتوا حابينه بيكون بيناسب التمرية. خدتوا قرفة، خدتوا الحاجة اللي انتوا حابينها. بعد كده او ممكن تاخدوا بهارات معمول كمان. بعد كده انا جايبه من مكه معجون تمر، بس موجود في كل مكان. معجون التمر اي مكان تمشوه حتلقوه، خصوصا المحلات اللي بتبيع منتجات التمور او بتبيع التمور. فانا جبت معجون التمر كده، وهاخد عليه الخلطه بتاعت الزبده بعد ما سيحتها، وبعد كده حاعجنها. فانا حبيت اني اقدم لهم حاجه كده تكون مختلفه شويه وفيها طابع سوداني. بعيدا عن التمر، مثلا الناس بتمشي عمرة دايما بتجيب تمر، بتجيب حاجات جاهزة، فأنا حبيت إني أعمل لهم بيدي. طبعا الهدية ما بسعرها ولا ب كميتها، الهدية بالشعور اللي انت بتعمليها به، وكمان انه انت عاملة للناس حاجة بيدك بحب. فانا حوريكم عملت فيها شنو. اول شي بعد ما عجنت طبعا الزبدة في التمر، بعد كده جبت سمسم، وعندي هنا الابيض ده اللي هو تبلدي، بودرة تبلدي. فانا حاكور الكور كده زي ما انتم شايفينها، وحقلبها في التبلدي وفي السمسم. وكمان عندي دوم، بودرة دوم. وحاطبعهم كده، ده قالب تلاجة عادي، ممكن اي قالب يكون عندكم بيعمل اشكال فانتوا تعملوها بيهو. انا عندي قالب التلاجة ده حجمه حلو كده فعملت بيهو. بتقلب الحاجة اول شي في التبلدي، لانه اذا طبعنا التمرية على طول على القالب حتحسوها لزقت في القالب وما حتطلع معاكم بسهولة. عشان كده اول حاجة نقلبها في الحاجة اللي انتوا حابينها، وبعد كده اخدتها في القالب، وبعد كده حاقلبها بالشكل ده بتطلع معاكم بكل سهولة. حاخد اللي فيها تبلدي واللي فيها دوم اقلبهم تاني مرة في البودرة علشان ياخدوا كده طعم مركز. وبعد كده حارصهم. مفروض اني اخدهم في صحن كده او صينية تقديم او اي حاجة، بس ما كان عندي، ما لقيت اي حاجة غير العلبة دي اعمل فيها. فقمت عملت رصات كده في العلبة لما مليتها كلها. وبكده كانت هدية ظريفة جدا ولطيفة. بتقدروا انكم تقدموها كمان مع شوكليت سائلة نوتيلا مثلا، او تقدموها مع طحينة. انا ما كان عندي ولا شوكليت ولا طحينة، فاخدت عليهم كده، فهم بيكون عندهم يعني ياكلوها بالطريقة اللي هم حابينها. جميلة جدا، جربوها. وده كان مشروع انا كنت عاملاه وكنت ببيعه حرفيا، كان ما شاء الله تبارك الله بدخل لي دخل حلو. فحلال عليكم الفكرة لو حابين انكم تبيعوها، خصوصا لو انتوا كنتوا برا السودان، فبتكون لكم مشروع حلو. وغير كده انكم بتطلعوا حاجة بطابع سوداني او بنكهة سودانية للناس اللي برا، بيشوفوها جميلة جدا. شايفين كده انا زي ما عملتها بالشكل ده، عملت رصات من كل حاجة رصة. ممكن تعملوا سمسم كمان، تعملوا جوز هند، الحاجة المتوفرة عندكم. وكنت جايبة لهم موية زمزم، ف عبيتها في الأكياس دي جاهزة بتشتروها من مكة. أنا اشتريت كم كيس كده. فبتحطوا فيها الموية وتقدموها للناس، بتكون شكلها كده جميل، أفضل من إنك تشيلها لهم في باغة عادية. فإن شاء الله إنها تكون عجبتهم وتكون هدية لطيفة كده وحلوة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوا إنكم تحطوا لايك للفيديو ده وتكتبوا كلمة حلوة في الكومنت. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد بكرة، وباي باي.